السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طاجن البامية باللحمة الضاني. هنشوف تركات وحركاته، وتعالوا يلا نكمل. زي ما احنا شايفين جبنا حلة ورفعناها على النار. هننزل بمكعبين زبدة، مكعبين زبدة، ونزلنا عليهم بشوية زيت، وبعد كده هننزل عليهم بحتتين ليا، وننزل عليهم باللحمة الضاني بتاعتنا سلقينها 3/4 سلقة. اللحمة ابتدت تتحمر معانا، هننزل عليها ببصلة مفرومة على نار عالية. كل ده لأن أنا مش عايز اللحمة ولا البصلة ينزلوا ميتهم. البصلة يا دوب ابتدينا نشم ريحتها، هننزل بمعلقة توم مبشور، نزلنا بالتومة وقلبنا شوية. بعد كده هننزل بالبامية بتاعتنا، بامية فريش. هنقلب البامية مع البصل مع اللحمة مع اللية تقلبتين. ننزل عليهم بكزبرة وبهارات وفلفل أسمر مدة دقيقتين على النار هادية. وبعدين هننزل على بعصير الطماطم، هنصفيه. زي ما احنا شايفين كده البامية دخلت معانا في السوا. هنجيب الطاجن بتاعنا، خلاص بقى نطفي عليها خالص هي. وننقل البامية بتاعتنا باللحمة في الطاجن. وده كده شكل الطاجن بتاعنا قبل ما ندخله الفرن. هندخله الفرن على حرارة عالية، وهنرجع نشوفه تاني بعديها هيعمل ايه. وبكده يبقى خلصنا طاجن البامية، وعملنا جنبه شوية رز، والبتنجان المخلل اللي كنا عاملينه في حلقة قبل كده، والملوخية. بس الملوخية دي عايزة حلقة وعايزة فيديو لوحده خالص، هنبقى نشرحها لكم بتفاصيلها. استنونا في فيديو جاي.